الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال، قل يا ربي تيسرت أو تعسرت فقط رضني بما قدرت وقضيت. سؤال بسيط، ما الفائدة أن تعيش بحزن ويأس؟ لن تظفر بشيء. لا، عش بأمل يسر خاطرك ويشرح صدرك، خير لك من أن تعيش على اليأس. الله يفرج عنا وعنكم ويسر أمورنا يا رب العالمين. صباح الخير على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا جايلك النهارده بروتين جديد ليوم جديد، بما ان حبايبي اللي طلبوا الروتينات فانا قلت اعمل حاجه بسيطه برضو اشارككم بيها على ما انقل. انا مش عارفه النقلانه دي تقيله المره دي كده ليه. ادعوا لي بقى يا جماعه دعواتكم كده. طبعا هنا والله العظيم انا الدنيا مكركبه عندي ومتضايقه، مش واخده على الشكل العام الكركبه وكده. انا بحب اشوف عيني ترتاح كده في النظام التنظيم يعني. طبعا هنا انا قايمه صليت الفجر، وبعدين قعدت بعد صلاة الفجر كده ما الشمس طلعت وكده قلت ايه اعمل، افطر. ولادي طبعا عندهم دروس بما ان الدراسة ابتدت، كل سنة وانتم طيبين. فانا لازم اقوم الاول، عاوزاكي تقومي انت الاول، اول واحدة تقومي في قلب الشقة بتاعتك او في قلب البيت. عايزاكي تعملي دربكة كده عشان تصحصحي ولادك وتصحصحي معاهم انت كمان. طبعا هنا قلت اعمل لهم بقى فطار. عملت نسكافيه، عملت شاي على لبن، بتاع ده فنجان قهوه، طبعا ده ما بستغناش عنه. بس اول حاجه ببتدي يومي بكوبايتين ميه على ليمون، كوبايه ميه عاديه وكوبايه ميه على ليمون، ميه دافيه. طبعا ده علشان طبعا التخسيس الدايت يعني. انتوا عارفين ان انا بقول لكم انا بعمل دايت صيام متقطع، فبتاخدي بقى الكوبايتين دول وباخد كوبايه النسكافيه واشرب كوبايه القهوه دي طبعا، او فنجان القهوه علشان ايه ينشطني طول اليوم. فانا قلت اشارككم برضو، جايز تتشجعي وفي نفس الوقت تشتركي وتحطي لي اللايك الجميل بتاعك، على ما ان القناه مش عارفه فيه ايه. والله بعمل الوصفات ووصفات سهله يعني، بس مش عارفه مفيش تفاعل. والله ساعات بفكر ان انا اترك القناه يعني اسيبها وما اقعدش انزل فيديوهات وكده. انا عايزاها تتفاعل طبيعي، مش عايزه ان انا مثلا ايه التبادل والكلام ده. انا ما بحبش التبادل على فكره، وبحب اللي داخل لي من بره عن مثلا اصحابي القنوات هم فوق دماغي وفوق راسي وكله. بس انا بحب اللي هو المتابع اللي هو ايه حساب يعني، ده بيرفع القناه اكتر. طبعا فطرنا هنا، وطبعا البتاع اللي انا وريته لكم ده اللي كنت انا منزلاها في الفيديو اللي فات. طبعا دي جميله قوي الوصفه دي، احلى من البيتزا فعلا، واحلى من الباتيه. جربيها، سهله وبدون تشكيل وبدون تعب، وتعمليها في ثانيه الا تلت كده، تقومي تعمليها وتحضريها لاولادك عشاء، فطار، طالعه رحله، اي حاجه. والله العظيم ما بتغيب وطعمها تحفه. ولو سبتيها على الرخامه زي ما انت شايفاني كده، انا طبعا دي سايباها على الرخامه لتاني يوم، ما حطيتهاش في تلاجة. طعمها جميل وهشه ولا برولت ولا اي حاجه. فعندك الفيديو اللي فات، لا يسعدني ان انت تخشي وتشوفيها وتجربيها. طبعا هنا فطرنا بقى والحمد لله. خدت بقى كل المواعين، كان عندي الميه مقطوعه، فانا طبعا ما بوقفش نفسي، الميه ضعيفه يعني. الحيزبونه اللي عندي تحت واخده الميه كلها هلكاها بقول مستهلكاها كلها. فطبعا بحوش بقى ميه زي ما انتم شايفين كده، وببتدي اشتغل على الحوض بالميه اللي انا محوشاها يعني. الحمد لله يعني، يا رب يخرجني بس على خير. وانا والله بدعي النهارده قبل بكره عايزه امشي، فدعواتكم بقى معايا. هنا طبعا خدت بقى الحاجه غسلتها، وهبتدي اشطفها برضو من الحله كده زي ما انتم شايفين. انا بحب اشطف من الحنفيه، وبحب الميه الجاريه والكلام ده. بس حكم بقى اللي هقول حكم القوي، ما فيش اقوى من ربنا يعني. حسبي الله ونعم الوكيل فيها يا رب. وانا يعني ما بقولش اكتر من حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طبعا هنا بدأت أشطف،
واكفيهم. وبدات اخد البوتاجاز برضه، اخد الشبك بتاعه اغسله او الحوامل. قلت برضه اعيد عليها على السريع كده واغسلها وانضف البوتاجاز، على ما انه والله كان نضيف، بس انا من النوع اللي بحب إيه اكد على السلام. البوتاجاز برضو كان باظ مني، بس انا ما صورتش لان ما كنتش بصور فيديوهات. بتاع ده روتينات. كنت جايبه الورق اللي هو الفضي ده على طول. انا من يوم ما اتجوزت يعني بقالي 16 سنه بستعمله. والله هي ضربت عينيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. لزق على البوتاجاز اللي استلس، وكنت بطلعه هقول لك ايه، بطلعه الروح. شايفين الخربشه اللي في البوتاجاز دي بقى مضايقاني. يعني كان بوتاجازي ما كانش كده خالص، اتخربش من كتر ما انا قاعده اعمل بالسكينه واعمل، واولادي مساعدين. وقعدت يجي كام يوم كل يوم اطلع فيه لغايه ما حاولت اوصل للنتيجه النهائيه دي. متضايقه من شكله، بس الحمد لله انه طلع. ده كان عاملين زي اللزق بغيرها. معرفش اول مره اجيب الورق ده، اللي هو الورق الحراري ده اللي هو بتاع البوتاجازات، اول مره اجيبه يلزق زي الغيره على البوتاجاز. والله العظيم بصوا تعبني، بس الحمد لله ان انا بوتاجازي كان فضل جديد من يوم ما اتجوزت. كنت تشوفيه تقولوا ان انا لسه جايباه النهارده. من ساعه ما نقلت النقلانه السوداء اللي انا فيها دي السنه دي، حاجات كتير باظت عندي. ففعلا اختار الجار قبل الدار. والله اللي قال المثل ده ما كدبش. انه كان يقول لك شوفي جيرانك مين. والله العظيم فعلا الكلمه دي، لو الشقه هقول لك زباله بس جيرانك حلوين هتبقي ماسكه في الشقه بايدك واسنانك. لكن دي بصم، انا من ساعه ما والله العظيم من ساعه ما نقلت سخاني باظ. اول شهر على طول السخان بتاعي فرقع، ما ينفعش ان هو يتصلح ولا اي حاجه. يعني لما جبنا حد يصلحه قال لك هتصلحيه هتكلفيه زي الجديد، يبقى هاتيه جديد احسن. التلاجة عندي بتصر ميه وصلحتها، وجي المهندس عملها وبرضه بتجيب ميه لسه. ما كانش عمرها عملت معايا كده. اخر حاجه البوتاجاز زي ما انتم شايفين، الصاعق بتاع الناموس شغال معايا، وديته وركبت له اللمط بتاعته، برضو باظ تاني. يعني انا ما بتفائلش اساسا بالحاجات اللي بتبوظ، بحس انها بتدي طاقه سلبيه في المكان. طبعا الانتريه زي ما انتم شايفين، الكنبتين يوم ما حصلت حريقه في الشقه عندي، جت على الكنبه برضو حرقتها. انا على طول تعبانه. فانا بقول لك اختاري الجار قبل الدار. صدقيني والله العظيم فعلا. انا ما اقدرش اديكوا الطاقه اللي عندي. انا تعبانه نفسيا، انا عايزه امشي النهارده قبل بكره، بس مش عارفه في ايه. الحمد لله. خلاص بقى، سيبنا بقى من الدار قبل الجار والجار قبل الدار، ونتكلم بقى في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. طبعا هنا هتتحدي الكسل وهتقومي تتنشطي ان شاء الله. قومي اغسلي يلا البوتاجاز. قومي مثلا التلاجة بتاعتك لمعيها. انا بعيد على التلاجة وبنضف حاجتي كلها، ماليش دعوة. انا بنضف الشقة والمكان اللي انا بستعمله بس، لكن تنظيفات عميقة ما بعملش. طبعا هنا كنت خلصت، جبت فوطة بقى، نشفت البوتاجاز مرة واثنين وثلاثة، وسبت العيون هنا تتصفي. في الوقت ده بقى كنت بعت بنتي جايبه لي حاجات. جابت لي طبعا بتنجان، كل حاجه غاليه، مش هقول لكم الاسعار طبعا. بتصدم بصراحه من الاسعار. وجبت ليمون ما كانش عندي، وطبعا كان عندي اللي هو الفلفل ده، حبيت ان انا احطهم بقى في قلب المنظم بتاع التلاجة. وطبعا قلت ايه اعمل شوربه، انا عاوزه اكل شوربه ورز. تعالوا بقى هنا قلت الم كان ده عندي غسيل كنت نشره من بالليل. دخلت بقى جري، قلت اخده المه واطبقه وارص كل حاجه في مكانها، عشان ايه يبقى كل حاجه قدامي رايقه وكل حاجه قدامي سهله. يعني دي خطوات تقدري تمشي عليها. يعني تقومي فطري ولادك اهم شيء. انا عندي اهم شيء اولوياتي ان انا ولادي، وبعد كده ادخل على الشقه اشوف هعمل ايه فيها، وبعدين المطبخ، وبعدين اطلع بقى لو عندي غسيل اطبقه وارصه وامسح البلكونه. يعني بنظم حاجتي كده، بحس بجيب من جوه لبره. في ناس تقول لك لا انا بدخل البلكونه الاول اروقها واخلص وبعدين ادخل على الشقه. لا، انا باجي من جوه لبره، يعني من المطبخ للشقه بره للاوض للبلكونه، دي بتبقى اخر حاجه، وقدام باب الشقه طبعا ده اساسي لازم بنضفه. طبعا هنا خدت بقى لميت وحطيت كل حاجه في مكانها، ومسحت سور البلكونه هنا يعني، بس ما جبتوش، ومسحت البلكونه. وهبتدي اطلع بقى حاجه ايه المخدات، قلت اهويها واطلع الدفايه وكده.
انا من الناس اللي بحب اهوي الحاجه يوم ويوم. يعني عاوزاكي اهوي حاجتك كده، استغل الصيف، الشمس الجميله دي بتحمص لك الحاجه، هقول لك بتسخن كده. انا بحب المخدات وهي سخنه، الدفايه. صدقيني والله لو عندك دفايه ولا كوفرتا او اي حاجه، وطلعتيها، ولو كنت عايزه تغسليها وطلعتيها بس ساعه في قلب البلكونه، صدقيني بصي كانك غسلتيها. يعني انا هنا لما بطلع الدفايات او الكوفرتات ونفضها تنفيضه حلوه وادخلهم تاني على السراير، بحس ان السرير كاني غيرت الحاجه حرفيا. طبعا خلصت بقى والشقه مسحتها وخليتها زي الفل، والحاجه سبتها تتشمس في قلب البلكونه. قلت ادخل اعمل بقى الغدا. والله هنا كان الظهر لسه ما ادنش وولادي طبعا في الدروس. طبعا استغلي بقى الساعه ولا الساعتين اللي هما مش موجودين فيهم، وقومي شقلبي شقتك وشوفي ايه اللي وراكي اعمليه. بتعملي الحاجه في ثواني عن ما بيبقوا فعلا موجودين. تفضلي تنقلي دي من على السرير ده للسرير ده على ما تعدلي وتعملي. صدقيني لما بيبقى محدش موجود بخلص الحاجه. بصي هقولك ساعه اكون شقتي زي الفل وبعمل الاكل زي ما انت شايفه كده. جبت هنا معلقه سمنه بلدي على حبه زيت بساط على معلقه زيت، وبدات هنا اشوح اللحمه بتاعتي. انا من الناس اللي بحب تشويح اللحمه في الطبيخ، في الشوربه، اديها تشويحه معتبره كانك بتحمري اللحم. وبعدين نحط بصلتين، نحط فصين حبهان، 3 فصوص حبهان. ما كانش عندي ورق لورا بقى، فانا عملت كده، يعني حطيت زي ما انت شايفه، اكتفيت بدول. انا شوربه لحمه بحبها كده. في ناس بتحط بقى بتاع ده، طماطم وبطاطس والكلام ده، لا انا ما دي تبقى شوربه خضار. لكن شوربه اللحمه انا ما بكتفي بالبصل يكون كتير فيها، 3 بصلات، وبحط الفصين الحبهان والورق اللورا والميه سخنه. يعني اغلي ميه كده وحطيها على اللحم. وابتدي بقى اول ما تدي غلوتين 3 شوط الريم، عشان ده بيدي زفاره طبعا للحمه بتاعتك. تشربي حبه شوربه معتبرين كده. طبعا هنا في الوقت ده قلت اعمل حبه رز. طبعا رز بشعريه مش محتاج يعني حاجه، سمنه بلدي، حبه زيت بساط، وابتدي حمري الشعريه. وطبعا حطيت معلقتين شوربه مع العقد، يعني بقول معلقتين، مغرفتين شوربه. شايفين؟ واشوفكم في فيديو جديد مع الف مليون سلامه.